عزيزي، خليني اسالك سؤال بسيط. قدامك طريقين للمذاكره، واحد طويل ومتعب والتاني اقصر واذكى، هتختار انهي؟ معظمنا اتعود يذاكر بالطريقه الصعبه، حفظ وتكرار وسهر، وفي الاخر ننسى كل حاجه. ايه رايك لو قلت لك ان في طريقه تخليك تذاكر نص الوقت وتفهم وتفتكر اكتر بكتير؟ جهز اقوى فنجان قهوه او اكتر مشروب انت بتحبه، وتعالى اعرفك ازاي تذاكر اقل وتذاكر بذكاء. عزيزي المشاهد الجميل، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك في حلقه جديده من رتب افكارك. في بروفيسور اسمه مارتن لوبدل عمل محاضره ساعه بيتكلم فيها عن ستادي ليس ستادي سمارت، ذاكر اقل ذاكر بذكاء. هحاول الخص لك المحاضره دي في اقل من ساعه، بس لو انت عندك ساعه وحابب تستثمرها صح، ورجح وبشده انك تتفرج على المحاضره دي. هتلاقي اللينك بتاعها في وصف الفيديو. انا لخصت المحاضره في 5 نقط. الكلام اللي جاي مهم جدا جدا جدا، وعشان تاخد اكبر فايده ممكنه هات ورقه وقلم واكتب النقط اللي هنتكلم فيها النهارده، عشان لما تيجي تطبق ما تسقطش حاجه. اول نقطه معانا فترات الاستراحه والمكافآت، بريكس اند ريوردز. عملوا تجربه جابوا فيها طلبه جامعه وقالوا لهم ذاكروا لحد ما توصلوا للنقطه ان انتوا بتقروا الكلام بس مش مستوعبين اي حاجه. ومن خلال التجربه كانت النتيجه ان الفتره اللي الشخص بيقدر يركز فيها ويستوعب ويحصل كويس هي من 25 ل 30 دقيقة. بعدها استيعابه بيقل لحد ما يوصل لمرحلة انه بيقرأ بس الكلام ما بيتخطاش الودان، بيقرأ وهو مش مستوعب اي حاجة. عشان كده جلسة المذاكرة بتاعتك ما ينفعش تعدي 30 دقيقة، يعني تذاكر 30 دقيقة وتاخد بريك من 5 ل 10 دقايق تعمل فيهم اي حاجة غير المذاكرة. تقوم تفرد ظهرك، تريح عينيك، تبص من البلكونه على الشارع، تغير جو وتجدد نشاطك، وقول دي مكافئتي عشان ذاكرت 30 دقيقه بتركيز، بحيث لما ترجع تاني عشان تذاكر الجلسه التانيه تكون مركز جدا. بس تتجنب الثقوب السوداء. الثقوب السوداء اللي بتسرق منك الوقت من غير ما تحس. ما تمسكش التليفون وانت مش عارف انت داخل تعمل ايه. ما تخليش الوقت يسرقك، ويفضل انك ما تروحش للتليفون اصلا، ابعده لحد ما تخلص مذاكره في 25 ل 30 دقيقه وبعديها تاخد بريك. فكرة انك تفضل قاعد تذاكر 6 ساعات متواصلة مش عملية، لانك بعد 30 دقيقة تركيزك هيقل وهتبقى بتعد ساعات على الفاضي، وهيخليك بصورة غير مباشرة تكره المواد اللي بتذاكرها، وجلسة المذاكرة تخلص من قبل ما تبدأ. وده لأن things that are reinforced we tend to do more of and things that are punished or ignored we tend to do less of. الحاجات اللي بنعززها بنميل اننا نعملها اكتر، والحاجات اللي احنا بنجبر عليها بنميل اننا نبعد عنها. ولانك فترة من الفترات هتحتاج تشتغل او تذاكر لفترة طويلة من غير راحة ومن غير ما تفقد تركيزك، فتقسيم جلسات المذاكرة هيساعدك بمرور الوقت تزود وقت الجلسة ل 40 و50 وساعة وساعة ونص كمان. ده تمرين للي جاي، وهتساعدك في ده تقنية البومودورو. عملنا عنها فيديو انصحك تشوفه، هيفيدك جدا. هتلاقي اللينك بتاعه في وصف الفيديو. تاني نقطة، مكان المذاكرة studying area. معظمنا بيذاكر في اوضته اللي هي اوضة نومه، وغالبا معظمنا بيذاكر على السرير، واحيانا بنذاكر في اوضة المعيشة او اوضة الجلوس كنوع من التغيير، وممكن نذاكر على ترابيزة السفرة في بعض الاحيان. لكن للاسف ده مش صح، لان دماغنا بيربط بين الحاجات دي وبين وظائفها. انت لما بتخش اوضتك وتبص على السرير انت بتقاوم الرغبة في انك تنام، وحتة وجودك اصلا على السرير وانت بتذاكر شوية بشوية بتلاقيك بتريح لحد ما تنام خالص. كمان وجودك على السفرة بيفكرك بالاكل، كل شوية تحس انك جعان. وجودك برضو في اوضه الجلوس او اوضه المعيشه انت بتقاوم انك تجيب الريموت وتشغل التلفزيون، لان دي الحاجه المرتبطه بالمكان ده. انت ممكن تكون بتذاكر في الاماكن دي وعادي جدا بالنسبه لك، ما فيهاش اي مشكله، لكن اللي انت ما تعرفوش انك بتستهلك جزء كبير جدا من تركيزك في مقاومه انك تقوم تعمل سندوتش بما انك قاعد على السفرة، او انك تمدد وتريح على السرير بما انك في اوضة نومك، او انك تجيب الريموت وتشغل التلفزيون. كل ده بيستهلك من تركيزك. طب تعمل ايه؟ الحل انك تخصص مكان للمذاكرة. لو عندك الامكانية انك تخصص اوضة كاملة للمذاكرة يبقى 100 100، لكن اعتقد ان معظمنا ما عندوش القدرة دي.
فممكن تجيب ترابيزه او ديسك خاص بالمذاكره فقط، ما نعملش عليه حاجه خالص الا لما نيجي نذاكر، نقعد عليه لما نيجي نذاكر بس، ما نحطش عليه الكمبيوتر بتاعنا لما نيجي نلعب جيمز، وما نرميش عليه هدومنا، هو للمذاكره بس. وفي تجربه عملوها برضه في طلاب الجامعه، الاوضه بتاعه سكن الطلبه ضيقه جدا، وبيكون فيها السرير والدولاب وهدومك وحاجات كتيره جنب بعض، كلهم جنب بعض في مكان ضيق جدا، فما عندوش امكانيه اصلا انه يجيب ديسك اضافي. الفكره اللي عملوها انهم خلوا الطلاب يجيبوا لمبه مكتب ويسموها لمبه مذاكره studying lamp، ديت بتقيدها لما تيجي تذاكر بس. يعني انا دلوقتي جاي اذاكر بطفي كل حاجه حواليا وايد اللمبه دي بس، بعد ما اخلص مذاكره بطفي اللمبه وارجع امارس حياتي عادي. الفكره في الحاجات البسيطه زي الستادينج لامب دي انك بتكون حافز لدماغك وانت مش واخد بالك، علشان ساعه ما بتقيد اللمبه انت خلاص بتقول لدماغك انا دخلت مود المذاكره. كمان انت بتكون عاده، ودماغنا بيحب العادات جدا. مع الوقت الموضوع بيبقى اسهل بكتير وبيبقى ممتع اكتر، لانك مش مضطر انك تتعامل مع كل المشتتات اللي حواليك، انت دخلت في جو المذاكره. فلو مش ممكن بالنسبه لك انك تخلي فيه ترابيزه مخصصه بس للمذاكره، جرب موضوع الستادينج لامب، هيفرق معاك جدا. ثالث نقطه، التعلم الفعال، الاكتيف ليرنينج، وده فيه استراتيجيه اسمها SQ3R. الاس اللي هي سيرفي، والكيو اللي هو كويشن، وال3R ريد اللي هو تقرا، ريسايت تحاول تتكلم بصوت عالي عشان تفهم نفسك، والاخيره هي ريفيو المراجعه، وبتكون قبل الامتحان. بيقول لك لما تيجي تذاكر اي فصل ابدا بتصفح الفصل كله الاول، بص على الصور وبص على رؤوس العناوين. الكلام ده هيكون عندك تساؤلات، هو الفصل ده بيتكلم عن ايه؟ هي الصوره دي بتعبر عن ايه؟ هو العنوان ده معناه ايه؟ ولما تيجي تذاكر بقى فعليا دماغك هيكون بيدور على اجابات لاسئله انت كونتها في البدايه، فهيخلي الموضوع اسهل بكتير من انك عمال تعبي معلومات على الفاضي او معلومات انت مش عارف ايه فايدتها. فحته انك تتصفح الكتاب مهمه جدا، والمعلومات اللي هتقابلها في الكتاب هتنقسم لنوعين: حقائق فاكتس، ومفاهيم كونسبتس. مهم جدا انك ما تاخدش الحاجه وتحفظها كده وخلاص، لازم تعرف المفهوم، لان ساعتها هتقدر تعبر عنها بطريقتك. ودي حاجه اسمها المعالجه العميقه، ديب بروسيسنج، ان انت بتاخد الحاجه وتعمل لها معالجه، تشوف القصه بتاعتها ايه، احنا نستفاد منها ايه، طب احنا بنتعلم الكلام ده ليه، او المثال ده موجود ليه. كل الكلام ده بيساعد دماغك ان هو يرسخ المعلومه في الذاكره. خلينا اديلك مثال بسيط للمعالجه العميقه. هقول لك 11 حرف وعاوزك تفتكر اكبر عدد منهم لما اخلص: S N B H A B Y U A Y D. طبعا لو افتكرت ممكن تفتكر 3 أو 5 منهم، ولو بعد 5 دقايق قلت لك عيدهم تاني هتكون نسيتهم. طب خليني اقولهم لك بطريقه مختلفه وشوف ساعتها هتفتكر كام حرف. HABBY SUNDAY. اعتقد كده انت افتكرتهم كلهم. انا خليت ذاكرتك قصيره الامد اللي بتشيل من 5 ل 9 اماكن تمتد وتشيل 11 مكان. الفكره انك جمعت الحقائق، واللي في المثال بتاعنا هي الحروف في كلمه سهله الحفظ والتذكر اللي هي هابي سانداي. وبكده لو جيت بعد شهر وقلت لك انا قلت 11 حرف في الفيديو الفلاني، تقدر تفتكرهم لي؟ اكيد هتفتكرهم. رابع نقطة، اشرح للآخرين، teach to others. علم الحاجة دي للناس اللي حواليك. في مقولة بتقول the best way to learn something is to teach it. أفضل طريقة لتعلم أي شيء هو تعليمه للآخرين. حاول تشارك اللي انت بتتعلمه مع اللي حواليك. حتة انك تشارك اللي بتتعلمه مع اللي حواليك بيثبت المعلومة عندك، وده هيودينا لنقطة الستادينج جروبز، انك تذاكر وسط مجموعه. وطبعا دي حاجه سمعتها سيئه جدا عندنا، لاننا مجرد بنتجمع ما بنقعدش نذاكر، احنا بنقعد نلعب جيمز. لكن مثلا لو اتجمعنا في مكان مخصص زي المكتبه او في مكان بعيد عن الملهيات والمشتتات ديت، هتذاكروا فعلا وهيديكوا فرصه تشرحوا لبعض والمعلومات تترسخ عندكم اكتر. فنقطه مهمه جدا ان اللي يتعلمه علمه للي حواليك، شاركوا مع الناس. اخر نقطه، النمونكس، فن الاستذكار، وهي اي نظام بيساعدك في تحسين الذاكره بشكل اسهل. هقول لك مثال هيوضح الفكره دي قوي. الناس اللي بتدرس رياضه عندنا في الدوال المثلثيه 4/4، في كل ربع من دول كل داله بتبقى موجبه. الربع الاول كل الدوال موجبه، الربع الثاني جيب الزاويه، الربع الثالث ظل الزاويه، الربع الرابع جيب التمام.
فصعب جدا انك تحفظها بالطريقه دي، فاخترعوا لها حاجه او نيمونيك جميل جدا اللي هو كل جبار ظالم جاته داهيه. ده بيساعدك انك تفتكر الموضوع بشكل اسرع. اول ربع كل، تاني ربع جبار اللي هو جا، تالت ربع ظالم اللي هو ظا، رابع ربع جاته اللي هي جتا. سهل جدا انك تفتكرها بالطريقه دي، دماغنا بيحب الحاجات دي جدا. فحاول تلخص او تختصر المعلومات الكبيره في كلمات او حاجات لها ايقاع بحيث انك تفتكرها بسهوله. حاول تظبط حاجات تمشي مع بعضها عشان توصل لحاجات سهله تقدر تفتكرها بيها. وابحث عن النيمونيكس هتساعدك جدا جدا جدا. بس خلي بالك لازم تنام كويس. دماغنا بيطبخ المعلومات اللي بنديها له طول اليوم واحنا نايمين، فلو ما نمناش كويس كأننا ما ذاكرناش. النوم شيء مهم جدا. خد النوتس اللي اخدتها من الفيديو وحاول تطبق نقطتين منهم في مذاكرتك على الاقل، ولو حسيت بتحسن جرب نقطه ثالثه ورابعه. ابدا خطوه خطوه، هتلاقيك بتذاكر اقل وبتفهم اسرع. وهتشكرني بانك تشوف الحلقات اللي فاتت، تستنى الحلقات اللي جايه، تقول لنا في الكومنتات اكتر حاجه عجبتك وناوي تطبقها. شارك الفيديو مع معارفك واصحابك لعلهم يستفيدوا، ولو احنا على اليوتيوب نشترك على القناه.